مميز للمحشي وتحفة هما فصين التوم دولت. بعد ما البصل لما تتحمر بنحط فصين التوم مع البصل ونسيبها بقى ايه تتشوح. وبعد كده بنحط معلقة دقة اللي هي الفلفل الأحمر على توم على ملح، ودي انا بحطها في التلاجة بعمل بيها حاجات كتير. بعد كده هنحط البهارات بتاعتنا اللي هي ملح وبابريكا وبهارات وكاري وكركم وكزبرة ناشفة، ونقلبهم كويس في البصلة مع البصلة. وبعد كده بنضيف الطماطم ونسيبها ايه لغاية ما تتسبك. خلاص انا حطيت بقى الطماطم واسيبها بقى لغايه ما تتسبك خالص. في الوقت دوت المفروض بنشيل من الصلصه دي معلقه كده على جنب عشان نحطها على المحشي لما يستوي. بس طبعا انا نسيت الحته دي، وهقول لكم في الاخر انا عملت ايه. بعد بقى ايه خلاص ما اتسبكت بنحط الرز على البوتاجاز ونقلبه بقى كده وهو لسه على البوتاجاز، بس ايه على نار هاديه خالص، مش يستوي يعني، على نار هاديه، هي تقلبتين بس كده. وفي الوقت ده هنحط رشة فلفل اسود ورشة كمون ورشة كزبرة، ديت بتخليه تحفة وتخلي طعمه حلو. يعني غير ان انت الكمون لو اتحط في الاول يمرر، لكن في اللقطة دي بيبقى حلو جدا. بعد كده بنحط عليه الخضرة اللي هي كزبرة وبقدونس وشبت. بنحط الورق بس مش العيدان، العيدان بنحطها في أرضية الحلة ونقلبهم بقى كده وهنقعد بقى نحشي. قبل بقى ما نحشي هنحط الفراخ على النار تستوي. فانا حطيت الفراخ وبحط لها بقى فلفل اسود وطماطم وبصل وورقة لوري وحبهان، واسيبها بقى ايه لغاية ما تستوي. انا كنت سايبة من الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط بتاعة المحشي، كنت سايبة الشوية دول عشان ايه احطها في الفراخ للشوربة يعني، وبزودها مية بقى ايه وبسيبها. هنيجي بقى الكرنب دوت انا كنت حاطاه في الفريزر، كنت مفرزناه يعني لرمضان. هنا بقى انت بتطلعيه من الفريزر ولو لقيتيه لسه مجمد ممكن تحطي عليه شوية مية. هنا بقى هنعمل ازاي، انا هبلف المحشي، بجيب الورقة كده وبحط يعني مش كتير يعني شوية صغيرين كده، وبلف الورق لان الرز بيزيد. ونحط ايه سطر يعني نكمل ارضية الحلة كلها. ماشي خلصنا بقى اللي هو الصف الاولاني، بنروح مديرين الحلة وعاملين العكس، فاهمني؟ يعني انا عملت الصف اهو دوت، هروح بقى مغيرة الحلة مديراها، واعمل بقى ايه صف تاني ونفس الحكاية، بخلص الحلة كلها بالشكل ده يعني، بخلص صف واعمل الناحية التانية ايه بالعكس، عشان لما نحط الشوربة يعني الصبع اللي فوق زي اللي تحت يبقى كله سوا واحد. خلاص انا خلصت، بجيب بقى شوربة في طبق كده صغير، احط فيها الملح واحط فيها بابريكا وبهارات فراخ ورشة كاري صغيرة، واحطها بقى على المحشي مكان الصلصة اللي انا نسيتها. وحطيت معلقتين سمنة، وبخليش الشوربة تزيد على الوش عشان يبقى المحشي مظبوط. بس كده وخلصنا خلاص، يا رب تكون عجبتكم.